السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. كنا اتكلمنا في فيديو سابق عن الراجل اللي هو عايز يفصل في انذار الطاعة قبل ما يشوف الاعتراض بتاع انذار الطاعة حصل في ايه، وجايب اللوم على المحامي بتاعه. وقلنا ان ما نقدرش نفصل في انذار الطاعة قبل ما يفصل القاضي في موضوع الاعتراض. النهارده بنقول لك ان في شروط لو اتوفرت في حقك بتكسب انذار الطاعة، ان المسكن يكون شرعي، وان المسكن يكون امن، وان تكون انت اهل عليها وهي مطمنة معاك، والكلام ده كله لما بتوصل لمرحلة ان بيديك عدم الاعتداد بانذار الطاعة خلاص مالكش حق. اما لو اداها رفض الاعتراض فبتبقى هي ناشز، فبتسقط نفقتها وبتسقط بعض الحقوق ليها الاخرى. لكن انك انت تكسب بمجرد ما بتعمل انذار الطاعة فانت هتروح قوة من المركز تجيبها لك بالقوة الجبرية، ده كلام ما يستقيمش ومش كلام قانوني. انت لو قدرت تكسب انذار الطاعة ان يكون عندك مسكن امن واهل للزوجة وبتاع، بتقدر تخليها ناشز وبتسقط بعض حقوقها المالية. انتظروني في فيديو جديد ومعلومة جديدة.